الوقت ده تحديدا مش عايز غير الوصفة الخطيرة دي، ساندوتش برجر من الآخر. كلنا تعبنا من الوقفة في المطبخ، تعبنا من العزومات، تعبنا من الوصفات الكتير اللي خلاص كررناها كلها. لازم تعملوا الساندوتش الخطير ده. ساندوتش برجر معمول في البيت، وعملت معاكم الكارملايزد اونيون والمشروم اللي بيودي الطعم في حتة تانية. تعالوا اوريكم عملت ايه. جبت طماطم وجبت بصل ابيض، جبت كابوتشي، شيري توماتو، جبت عيش فينو، جبت الجبنه اللي هحطها على البرجر زي الصوره كده، زي اللي بناكلها من بره. جبت خيار مخلل، جبت سراتشا، وجبت ورشستر صوص، وجبت مايونيز، وجبت تشيلي مايونيز، وجبت هوت كاتشب، جبت البرجر صوص، جبت التكساس برجر صوص، طبعا جبت كاتشب عادي، برضو جبت مخلل. طبعا ما اقدرش انسى المشروم، بس ما لقيتوش في السوبر ماركت الاولاني جبته من واحد تاني. وجبت بقى عيش كايزر لسه خارج من الفرن، ما اقدرش اشوف ده وما اجيبوش، بجد بجد بعشقه، من احلى الصوصات اللي بحبها في حياتي. ده مع البرجر بيبقى ايه في حته تانية خالص. دلوقتي انا عندي برجر بلدي مش اللي هو المعلبات ده، وجبت عندي جريل هحط فيها معلقه من الزيت، الفرشه كده ايه اوزعها كده على الجريل بتاعتي كلها. ودي الجريل التانية هعمل برضو فيها بالزيت كده. ننزل بقى بالبرجر التانية، هحطه بقى ايه على اماكن بعيدة كده، مش قريبين من بعض عشان اعرف اقلبهم. مش باجي ناحيته خالص لحد ما يمسك نفسه عشان ما يفرولش مني. بس كده. الجريل دي مش هحط فيها غير الخمسة دول. بص احط واحدة هنا واتنين هنا واتنين هنا. ليه بعمل كده؟ عشان احافظ على درجة حرارة الجريل بتاعتي. برافو. على ما البرجر بقى يتشوح معايا كويس، هقطع البصل والمشروم صغير خالص، شرايح صغيره خالص كده. هقلبها اهو دلوقتي، بس لسه عايزه تقعد شويه. هقلب بقى الباقي، اتخرتهم بقى على جنب دلوقتي كده، وهبتدي بقى انزل ايه برجر تاني. بس كده كفايه، عشان مش عايزه بقى تنزل ميه، عايزاها تبقى تتشوي كده. بصوا بقى، عشان الموضوع ده مهم جدا، مكان بقى الجريل ومكان البهاريز دي اروح منزله بصل يلملي بقى كل البهاريز دي. ده لون البصل اتغير حالا. كل الحاجات اللي في الطاسه دي هتروح رايحه للبصل بقى. لو البصل نضف لنا الطاسه، هقلب لحد ما الاقي مفيش اي حاجه في الطاسه. هنزل بقى دلوقتي بالمشروم. البصل مع المشروم دول مع البرجر بيدي طعم مش طبيعي، خطير 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 والله بجد، بيبقى مش طبيعي فعلا. بيبقى نفس البرجر بتاع اللي احنا بناكله من بره بالظبط، واحلى طبعا بكتير. بصوا كل ما هنقلب كل ما هنلاقيه ايه عمال يلملي البهاريز اللي في الجريل بتاعتي. هنزل بقى بقطعه من الزبده. الزبده دلوقتي هتسيح بقى، هتساعدني ان انا الم كل البهاريز اللي في الجريل بتاعتي. بصوا بقى، بعد ما البصل والمشروم اتكرملوا كده، هنزل معلقه من الصويا صوص، وهنزل معلقه من الورشستر صوص لو مش موجود عادي، وهقلب بقى كله مع بعض كده. خلص معايا البصل والمشروم المتكرمل. خطير 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 بجد بجد، من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها مع المشروم مع البرجر. الاول ما كنتش بحبه، بس بعد ما دقته مع البصل والمشروم يا لهوي مبقتش بقدر ابطله. هحطها بقى دلوقتي في طبق كده عشان وقت الفطار نستمتع بيها ونطلع السما كده من الاستمتاع بيها. بصوا بقى، قبل ما بخرج البرجر بروح حاطه عليه جبنه كده تسيح، بعد كده اروح حاطاه في الساندوتش على طول، بيبقى طعمه خطير، والجبنه بتبقى سايحه كده وبتبقى مش طبيعيه. فجبنه هنا برضو واحده تانية، واروح خارجه كده بالبرجر على ايه، على العيش بتاعي كده. يا لهوي على الحلاوه. اللي عايز بقى يحط بقى كارملايزد اونيون ومشروم يحط، اللي عايز يحط طماطم يحط، اللي عايز يحط خيار مخلل يحط، كاتشب مايونيز اللي هو عايز. بس الجبنه والبرجر اساسيين، لان ده الطعم الاساسي للبرجر. حاجه كده خطر. بعد ما شلت البرجر بقى، نزلت بصل وطماطم يتشوحوا كده مكان البرجر، عشان لو حد فيهم بقى عايز يحط بصل وطماطم برضو يبقى موجود. انا بحب كل حاجه البرجر كده تكون جاهزه ايه قدامنا، وكل واحد بقى يحط اللي هو ايه بيحبه. اللي بيحب طماطم يحط، اللي بيحب بصل يحط، اللي بيحط الكارملايزد اونيون يحط. هقطع بقى خيار مخلل، قطعت اهو بقى خيار مخلل. وكده طبق التحابيش جاهز معانا. شويه بصل بقى متكرملين كده في الطاسه اللي انا عملت فيها، في الجريل اللي انا عملت فيها البرجر، والطماطم
وخيار مخلل، والكابوتشا اهو اتغسل وبقى فله. ودي سلطة كولسلو مرات اخويا اللي عاملاها، طبعا مش عايزة اقول لكم كأنها عاملة السفرة كلها يعني. بس تسلم ايديها والله. طبعا يعني عملت سندوتشات البرجر اهي، وحطيت بقى رصة الكابوتشي والتحابيش، وبابا بقى كان عامل بطاطس شيبسي خطيرة بصراحة. دي كانت اهم حاجة على السفرة، البطاطس الشيبسي دي مش طبيعية. جربوا تعملوا البرجر بالتحابيش دي، بجد بجد هيعجبكم قوي، وهترتاحوا بقى من المطبخ شوية، وهيبقى تغيير. يلا بحبكم قوي قوي، باي باي.